السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معاكم أختكم في الله مامة عمر وكريم. إيه رأيكم بقى في فطيرة البطاطس القمر دي؟ إيه رأيكم؟ حاجة بجد تجنن، بجد حلوة قوي 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 قوي. عايزين تعرفوا عملتها إزاي؟ يلا بينا أقول لكم عملناها إزاي. يلا بينا. علشان بقى نعمل فطيرة البطاطس بتاعتنا، الفطيرة الجميلة اللي شفناها في أول الفيديو، هنجيب معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة. تمام؟ ندوبهم كده ونسيحهم كده على النار. أول ما يسيحوا كده على النار هنزل بقرنين فلفل يا جماعة، أي نوع فلفل يعجبك، فلفل حراق، فلفل رومي، براحتك خالص. تمام؟ نقلبهم كده مع بعض. خلاص كده خدوا تشويحه كده مع السمنه. هننزل بقى بالبطاطس اللي مقطعينها مكعبات يا جماعه بالمنظر ده. ماشي، دول حوالي 4 بطاطسيات كبار، انا قطعتهم صغير خالص خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، ونزلت بيهم على الفلفل بتاعي كده، وهقلبهم تقليبه مع بعض. وبعد ما قلبناهم مع بعض تقليبه حلوه كده يا جماعه، هعمل ايه؟ هنزل بكوبايه من الميه، هنزل بكوبايه من الميه كده عليهم، وهنجيب ملح، هحط حبه ملح عليهم كده. تمام؟ وهسيبها بقى، هغطيها كده لحد ما البطاطس بتاعتي تستوي. مش هاجي جنبها خالص الا لو كل شويه قلبتها، ولو احتاجت حبه ميه صغننين احط لها، ما احتاجتش يبقى خلاص حطينا كوبايه الميه وهنغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي. خليكم معايا لحد ما البطاطس تستوي. كده انا خلاص طفيت على البطاطس بتاعتي. بصوا يا جماعه استوت خالص خالص خالص. بصوا لسه البخار فيها ازاي استوت، ما احتاجتش غير كوبايه الميه اللي انا حطيتها لها. هنحتاج ايه كمان بقى؟ هنحتاج 4 بيضات. معايا 4 بيضات زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله. هنعمل فيهم ايه بقى؟ هنحط عليهم فلفل اسمر، فلفل اسمر يا جماعه، وهنحط عليهم ملح بسيط عشان احنا حطينا في البطاطس. تمام؟ وهنحط عليهم معلقه من الزعتر، هنحط عليهم زعتر يا جماعه، معلقه صغيره من الزعتر، يبقى معلقه فلفل اسمر ومعلقه من الزعتر، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا كده. بعد خلاص ما ربينا البيض بالشكل دوت، هنزل عليه على البطاطس كده يا جماعه. بسم الله. هنحط حاجات جميله على فطيره البطاطس بتاعتنا، هتخليها طعمها روعه وهتعلي القيمه الغذائيه بتاعتها جدا. بسم الله. نقلبها كده تقليبه حلوه. بعد ما قلبناها كده، لو عندك زيتون مخلي يا جماعه، اخضر اسود اي حاجه براحتك، الزيتون ده اختياري، حابه تحطي حطي، مش حابه مش لازم. بس طبعا الحاجات دي بتدي طعم روعه. طبعا هنحط الجبنه بقى الموتزاريلا بتاعتنا، او جبنه مشكله، او جبنه شيدر، اي جبنه تكون موجوده عندك بتديها طعم ايه، روعه روعه روعه. انا هحط جبنه موتزاريلا كده على جبنه مشكله، او دي جبنه شيدر اللي معايا، موتزاريلا وشيدر. تمام؟ هنقلب بقى تقليبه حلوه كده مع بعض. بسم الله. شوفوا بقى ميكس الجبن ده لوحده حاجه فظيعه يعني. بعد ما خلاص كده قلبت الخلطه بتاعتي الروعه دي كده، هجيب صينيه مدهونه زيت وسمنه، هحط معلقه زيت ومعلقه سمنه يا جماعه في قلب الصينيه، وهنزل بقى الخلطه بتاعتي دي كلها فيها. بسم الله. ننزل كده بالخلطه بتاعتنا دي كده. عايزه تسويها على البوتاجاز سويها، عايزه تدخليها الفرن براحتك، يعني الحركه بقى الجايه دي اختياري. عايزه تسويها كده على الفرن على العين من فوق يبقى تمام، عايزه تحطيها في الفرن حطيها. انا عن نفسي بحب احطها في الفرن.
انا بحبها تشوي من فوق ومن تحت ايه وتبقى مقرمشه كده. تمام. بس قبل ما ندخلها على الفرن هحط برضو شويه جبنه كده على الوش. الجبنه دي يا جماعه هتديها طعم روعه. حط كده حبه جبنه وندخلها بقى ايه على الفرن بتاعنا. بصوا بقى المنظر، بصوا المنظر، روعه روعه بجد، جميله جدا جدا جدا. هدخلها بقى على الفرن واول ما هتطلع هوريها لكم بقى شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. وكده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا. ايه رايكم بقى؟ بصوا يا جماعه انا مش عايزه اقول لكم على طعمها، اقسم بالله حكايه بجد بجد تجنن. روعه يعني، كلمه روعه دي بسيطه. بصوا بصوا البطاطس مستويه وفيها بقى طبعا الزيتون وفيها الفلفل بتاعنا، حاجه كده اخر جمال واخر طعامه. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه. ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.